السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في درس جديد. ودرسنا اليوم يتكلم عن كيفية استرجاع الباسوردات أو كلمات السر المحفوظة من جوجل كروم، من متصفح كروم. الكثير يدخل إلى منتديات، إلى منتدى، أي منتدى، يكتب فيه اليوزر نيم والباسورد، لكن سرعان أو عندما تمر فترة طويلة ولم يدخل إلى المنتدى ينسى هذا الباسورد. آه، إن شاء الله جبت لكم طريقة مضمونة 100% ومجربة مني شخصيا، وسوف أجربها أمامكم، وهي كيفية أو استرجاع أو إيجاد كلمة السر المحفوظة من على الكروم. أولا نبدأ على بركة الله، نذهب من هنا ونضغط على سيتنج أو الإعدادات باللغة العربية. ثم بعد ذلك ننزل إلى تحت ونذهب إلى عرض الإعدادات المقدمة. أنا عملت باللغة العربية أفضل، لأن الكثير لا يفهم اللغة الفرنسية والإنجليزية. إن شاء الله هنا باللغة العربية تفهمها جيدا، أو على الأقل لمن عنده اللغة الإنجليزية والفرنسية يتبع الخطوات فقط، لا داعي للترجمة. ننزل إلى تحت هنا أينما نجد كلمات المرور والنماذج. هنا نجد عرض حفظ كلمات مرور الويب، إدارة كلمات المرور. هنا نضغط عليها، تأتيني كل المواقع والمنتديات، ومن فيسبوك، تويتر، يوتيوب، أي منتدى، أي موقع، أي شيء محفوظ هنا، كلمات المرور المحفوظة. هنا نجد اسم أو يوزر نيم أو الإيميل، يوزر نيم أو إيميل أو أي شيء أنت كتبته. وهنا الإي بي أو عنوان الموقع. وهنا بالنقاط أو النجوم تجد هذا هي كلمات المرور. كيف علينا أن نجيب هذه كلمات المرور، كيف نريها لكم. أول شيء نضغط مثلا، نختار مثلا هذا الموقع، هذا الموقع، أو بالأحرى ليس هذا، هذا مثلا، هذا منتدى اليسير. أنا يوزر نيم شروق جديد، مسجلة باسم شروق جديد. هنا كلمة نضغط عليها مرة، يأتينا هذه الكلمة أو المربع مكتوب فيه عرض، نضغط عليه فيأتينا كلمة المرور كما ترون. فقط اكتبوها. أنا أعاني حاليا من عدم وجود الإنترنت عندي، لا أعرف ما هو السبب. عندما تأتيني سوف أدخل معكم على يوجد مشكلة عندي، لا أعرف ما السبب، لكن سوف أوقف الفيديو إن شاء الله. لما تأتيني الإنترنت سوف أطبقها مباشرة معكم، وننتظر بعد دخول الإنترنت إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. رجعت لكم من جديد خاوتي بعد ما رجعت لنا الانترنت. كان عندي مشكل تقني فيها، الحمد لله قدرت نعالج الامر. نروحوا كما قلنا المنتدى، اي موقع احنا خيرنا هذا المنتدى. اليوزر نيم فيه شروق جيد. الباسورد قلنا اربزوا على، اضغطوا على الاطار هذا ثم عرض، يجيكم هذا رقم الباسورد. الان نجرب في المنتدى، نروح عليه. هذا هو المنتدى تاعنا. نروح نديرو اسم العضو.
نكتبوا شروق جيد. ومن بعد الباسورد قلنا كيف الباسورد شمس شمس 1 2 3. ثم نذهب تسجيل الدخول ونرى كما ترون دخلت عادي على الحساب. ان شاء الله جربوها وردوا عليا الخبر، وما تنساوش تعملوا لنا سبسكرايب للقناة شروق اف اكس، وعمل